مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اضطراب جوي ضعيف إلى متوسط النشاط سيشمل المناطق الشرقية ويستمر إلى غاية يوم الغد بحول الله. يكون مرفوق بأمطار محلية قد تتساقط بعض الثلوج على القمم خلال أواخر النهار القمم الشرقية، هذا نتيجة لتسرب هواء بارد. المناطق الوسطى والغربية تبقى تشهد نسبة رطوبة عالية. ضباب خلال الصباح الباكر الرؤية رديئة، تتبعها أجواء على العموم مشمسة بالنسبة للمناطق الغربية، وبعد السحب العابرة خلال النهار نحو المناطق الوسطى. شمال الصحراء إلى غاية وسط الصحراء ستشهد أجواء مشمسة تكون مغشاة بالجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب وصولا إلى الجنوب الشرقي، مع نشاط بعض الذوابل الرملية الضعيفة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. البرودة محسوسة خلال ليلة اليوم بأغلب المناطق الداخلية تكون دون الصفر، درجتين تحت الصفر كأدنى مقياس بالجلفة كذلك بالبيض، 7 إلى 9 درجات نحو السواحل. باردة أيضا بالنسبة لشمال الصحراء، 3 درجات بغردية ببشار، درجتين فقط بمرتفعات التاسيلي، 9 بأدرار، وترتفع إلى 12 درجة بأقصى الجنوب. أما بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستعرف انخفاض نحو المرتفعات الداخلية، 11 درجة بقسنطينة بباتنا بسطيف الجلفة والبيض، 16 إلى 18 درجة نحو السواحل، تقريبا نفس المقياس بشمال الصحراء، 19 درجة بتمنراس، 16 بالنسبة لجنات، 20 درجة بإليزي، ترتفع إلى 25 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. أما فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة على العموم ضمن تيارات شمالية غربية نحو السواحل الشرقية، أحيانا غربية متغيرة الاتجاه بسواحل الوسطى، وتكون شمالية شرقية نحو السواحل الغربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله سنسجل عودة الاستقرار من جديد، لكن ضباب سيشمل كل السواحل والمرتفعات الداخلية. الرؤية تكون ضعيفة خلال الصباح الباكر، يجب أخذ الحيطة والحذر. سحب عابرة بالنسبة لشمال أو منطقة الواحات لغاية الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب. يوم السبت بإذن الله تحسن نوعا ما بالنسبة لمنطقة الواحات، بينما يوم الأحد التحسن سيكون كلي نحو منطقة الواحات، دائما مع استقرار في الوضعية الجوية. عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 8 بالضبط، أما الغروب على الساعة 5 مساء و46 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.